ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. انا دينا اللي لسه مش مشترك في القناه يشترك عشان قناتي الصغيره تكبر معاكم. النهارده هنعمل الحواوشي بطريقه اقتصاديه، وهنعمل كميه حلوه جدا من الحواوشي وهيبقى طعمه جميل. تعالوا نشوفوا هنعمل ازاي. معايا 3 بصلات كبار، معايا فلفل اخضر، ونص كوبايه برغل. البرغل ده انا نقعاه، وبعد كده بعد ما بنقعه وينفش بصفيه من الميه خالص. واديني جبنا الكبة، هنحط فيها البصل ونحط معاه شوية من الفلفل، عشان انا بفرم البصل مع الفلفل. بس وهنبتدي نشغل عليهم الكبة، وانا عاوزاهم يتفرموا حلو يعني، برضو ولا يبقى ناعم قوي ولا يبقى خشن او يبقى كويس. بس انا مش ببشرهم لان هي كمان انا يعني بصراحة البشر ده بيتعب العين جدا. فانا قلت لا، نعملها في الكبة، وان هي غير انا مش عاوزة يبقى فيه مية كتير، لان لو بشرته هيبقى فيه مية. بس فبدل من ان اضطر اصفي المية، لا، هو كده في الكبة مش هيبقى فيه مية كتير، فكده احسن يعني. او ببتدي بقى انزل في الكبة اللي بيبقى في الجناب يعني، عشان تتفرم كله كويس. ونشغل الكبة تاني. واحنا الحواوشي اللي هنعمله ده حواوشي اقتصادي، يعني بربع كيلو لحمة بس هنعمل كمية حلوة جدا من الحواوشي. غير انه بيطلع حلو وريحته هتبقى جميلة، يعني يضمن لك ان هو زي اللي بتجيبيه جاهز، واحلى كمان لان انتي بتبقي عاملاه في البيت وضامنه نظافته. طبعا انا هو عملت فرمت البصله كويس اهي. انا بوريها لكم يعني فرمها حلو، ولا صغيره ولا كبيره. سوري عشان كنت بعمل التليفون سايلنت عشان صور الرسائل وكده. وشغلت الكبه اهو على البصل والفلفل الباقي. فكرة البصلة بتديله طعم حلو جدا. يعني مثلا ما تقوليش البصلة كتير او هتبان فيه، لا لا لا، هي مش هتبان فيه ولا البرغل هيبان فيه، بل بالعكس البصلة بتخلي طعمه مسكر اكتر وهيبقى طعمه جميل. اهو بنكمل فرم البصلة اللي عندنا. وبعد ما بنخلص بقى فرمها خالص معلش اوريكم هنعمل ايه. اهو انا برضو كده اهو خلصنا فرمها خالص. جبت بقى البرغل اللي هو المنقوع ومتصفي كويس، حطيته على البصلة. واحط برضو اللحمة زي ما قلت لكم، ده ربع كيلو. وهحط بعد كده الملح وبابريكا وبهارات حواوشي، توابل حواوشي. طبعا انت لو عاوزه تزودي توابل براحتك اللي انت عاوزاه، بس انا بحس وفلفل اسمر طبعا، بحس ان هو كده بيبقى يعني طعمه حلو، بس اللي عاوز يزود عادي. بنبتدي بقى بعد كده نقلبهم كويس جدا لحد ما يعني كل ده يتجانس مع بعضه، يعني تبقى كأن ما فيهاش يعني البصلة مش باينة لوحدها، البرغل مش باين لوحده، لا، كله يتقلب مع اللحمة كويس، ما يبقاش في حاجة باينة، كله دخل في اللحمة. بس فهو بقلب كويس، بس ده بقلب كويس جدا، بحاول ان انا افركهم في بعض علشان يعني كله يبقى متقلب في بعضه، واللحمة تاخد من طعم البصلة، وبرضو البرغل ياخد من طعم اللحمة والبصلة. بس فهنقلبها كويس جدا، وهنشوف دلوقتي هنعمل ايه. اهو بص انا بوريك اهو كده، هي اتقلبت اهو، بتقلب كويس في البصله والبرغل. بعد ما بنخلص بقى تقليب كويس، هنجيب طبعا العيش بتاعنا اللي هنرص فيه. انا لما بجيب العيش ده انا بفتحه يعني ايه، زي الراجل كده بيفتحه، بفتحه بدوران كبير شويه، هوريهولكم عشان اعرف ارص فيه اللحمه وكويس يعني، واشوف مثلا ترص قد ايه الحته، يعني المكان اللي ترصي فيه اللحمه اللي مترصش اهو، بص فاتحه قد ايه اهو، عشان يبقى اسهل عليا والرغيف ما يتبهدلش، ان انا اعرف ارص فيه اللحمه كويس. اهو انا بحط فيه اللحمه يعني ولا بيبقى طبعا فاضي ولا بيبقى مليان، اهو بيبقى المعقول المظبوط. انا كده اهو برص اللحمه في العيش، وهجيب بقى واحد تاني يعني هيعمل لنا كميه كويسه اهو. وما تفتكروش طبعا زي ما قلت لكم برضو في نص الفيديو ان هو تقول لا عشان في بصله او البرغل هيبقى باين هيداري على طعم اللحمه، لا صدقوني مش هيداري على طعم اللحمه خالص. جربوه بالطريقه دي وهيعجبكم جدا. يعني لسه ما عملش لايك بقى لحد دلوقتي يعمل، والمش مشترك في القناه يشترك، يلا عشان القناه بتاعتي تكبر بيكم ونبقى كلنا عيله واحده، واقدر ان شاء الله يعني القناه كده
تكبر وتبقى تقف على رجلي عشان لسه مفتتحة. هنا جبنا زيت وسمنة. بصوا حتى في قطع سمنة بسيطة بدوبهم مع بعض اهو كويس. وانا طبعا في الاول هدهن الصاجة. انا هنا ما جاتش ان انا ادهن الصاجة ان انا فعلا نسيتها. هتشوفوا بقى بعد كده بعد ما ببتدي ادهن العيش هفتكر ايه ده انا ما دهنتش الصاجة. طب ما هو كده ممكن يلزق. فهبتدي بعد كده ادهنها. يعني هي دلوقتي باين ان هي مش مدهونة بس انا هدهنها بعد كده وبرضه هتبان وهوريها لكم. انا دهنت وش الرغيف الاول وبعد كده قلبته عشان بدهن ظهري. انا احطه على ايدي وادهن وشه وارجع احطه على الصاج طبعا على الوش اللي انا دهنت عليه وارجع ادهن ظهره. ميزه الزيت هيخليه لنا مقرمش شويه والسمنه طبعا عشان تديله طعم. بس وفي طبعا تركيه بعد ما نخلص الدهن ده خالص في يعني مكون هنحطه له سحري بصراحه. هو ده اللي هيخلي ما تفرقيش طعمه عن اللي بتشتريه من بره. كملوا بس معايا الفيديو هنشوفه. او هنبتدي بقى ندهن العيش زي ما قلت لكم وش وظهر اهو. انا الصاجه بتاعتي دي بتاعت الفرن اساسا يعني هي بتاخد بالظبط 6 رغيفه. طبعا انا مش هجيب معاكم غير 6 رغيفه دول لان يعني في التسويه هي الصاجه بتاخد على قد 6 وانا بعد كده ابقى اكمل تسويه الباقي. فهي الصاجه بالظبط خدت 6 رغيفه اهو. وانا اهو بصوا شايفين بقى الصاجه بعد ما اتدهنت بصوا حتى بتلمع ازاي من الزيت اهو. ده كده معانا الرغيف اللي هو السادس اللي هو كده خلاص الصاجه اتملت. هنجيب دلوقتي بقى ايه المكون بقى اللي انا قلت لكم عليه وهنحطه بقى في الصاجه. بصوا اللي هي الدهنه اللي هو الدوش اللي هو اللي من عند اللحمه اللي هي مش اللي هي الدهنه. وهبتدي اقطعها قطع صغيره ابتدي احطها اهو اوزعها. دي بقى لما بتسيح بتخليه طعمه في منتهى الجمال وريحته تبقى واصله لاخر الدنيا كده اهو. دلوقتي انا شغلت الفرن وعليت على اعلى حاجه وهحطه بقى على الشبكه في النص في الفرن اهو كده في الفرن. لما بيحمر بقى بقلبه يعني ايا كان مش شرط تقلبي كله مره واحده. الرغيف اللي يحمر معاكي زي اول واحد كده تقلبيه على الناحيه التانية فتقلبي فيه من الناحيه دي والناحيه دي لحد ما يستوي. كده هو الحواوشي خلص معانا. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ولايك واشتركوا بقى في القناه عشان يوصلكم مني كل جديد وفعلوا الجرس. وباي باي ونشوفكم في وصفه جديده. مع السلامه.